نحن الآن في قرية الجي وادي موسى حاليا، وفي 22 من أغسطس آب عام 1812. نراقب يوهان بيركهارت أو الشيخ إبراهيم كما أصبح يدعى، وهو يمر بسيق البتراء ويكتشف أطلال مدينة البتراء بعد أن لفها الغموض والنسيان أكثر من 6 قرون. تقع البتراء في جنوب الأردن على بعد 271 كيلومترا من عمان. الطريق إليها عبارة عن منحدر ينتهي في قرية وادي موسى مدخل البتراء، حيث يوجد نبع غزير لا يزال يزودها بالماء منذ عصور ما قبل التاريخ. البتراء هذه المدينة الفائقة الجمال تقوم بين جبال أدوم الرملية، وتضم أجمل الروائع المعمارية التي ابتدعتها يد الإنسان. كانت عاصمة العرب الأنباط، أكسبها موقعها الممتاز على الطريق التجاري بين بلاد الشام والجزيرة العربية ومصر ثروة ومالا. كانت دولة الأنباط تصل إلى حدود دمشق شمالا، وكان الحكم فيها ديمقراطيا إلى حد كبير، كما أفادت المخطوطات والمسلات التي عثر عليها. أهمية هذه المدينة الوردية أنها منحوتة بكاملها في الصخر، التقى فيها الإبداع البشري بالطبيعة الساحرة. آثارها التي ما تزال مثيلة للعيان وأعمدتها الضخمة المعرقة بألوان الورد المتعددة تتحول إلى قوس قزح حين تنعكس عليها أشعة الشمس في الصباح أو المساء. عمرها العرب الأنباط خلال القرن الرابع قبل الميلاد، متأثرين في حفرها وبنائها بأسلوب البناء الهيليني، مضفين عليها صبغتهم الخاصة، فجاءت عجيبة من العجائب ونادرة المثال. كانت صناعة الفخار أهم إنجازات الأنباط، تفننوا فيها وزينوها بالنقوش الدقيقة ودهنوها من الداخل باللون الأسود. ورد اسم الأنباط لأول مرة في التاريخ بقائمة سجل أعداء آشور بانيبال الملك الأشوري عام 647 قبل الميلاد، عندما كانت بأيدي الأدوميين قبل هجرة الأنباط إليها. المؤرخ الروماني سترابو وصف الأنباط ومدينتهم كما كانت في القرن الأول قبل الميلاد. جاء وصفه مطابقا لما كشفت عنه الحفريات فيما بعد. خلال الفترة الممتدة من الحروب الصليبية حوالي عام 1200 للميلاد وإلى عام 1812 عندما قام بيركهارت بالكشف عنها مجددا، لم يكن العالم الغربي يعرف عنها أي شيء. أول ملك من ملوك الأنباط يذكره التاريخ هو الحارث الأول في حوالي أواخر القرن الثاني قبل الميلاد، وإلى حمى هذا الملك لجأ جيسون كبير كهنة يهود القدس بعد طرده منها. تغلب ملكها عبادة الأول حوالي سنة 90 قبل الميلاد على إسكندر جانوس حاكم بلاد الشام الروماني، واسترد مؤاب وجلعاد. وأثناء حكم الحارث الثالث ابن عبادة اتسعت مملكة الأنباط حتى بلغت دمشق. حوالي سنة 40 قبل الميلاد وقف الملك مالك الثاني إلى جانب الفرس في حربهم مع روما، وأصبحت ولاية رومانية، وكانت جزءا من بلاد العرب التي قدمها مارك أنطونيو هدية لكليوباترا. بقيت مملكة الأنباط وعاصمتهم جزءا من الإمبراطورية الرومانية حتى الفتوح الإسلامية. كل ما في البتراء جميل ومذهل، البيوت والمعابد والحمامات والمدرجات وقنوات الماء المنحوتة في الصخر، ولكن أجمل ما فيها الخزنة، وهي أول ما ينفرج أمام النظر عند نهاية السيق. لعل هذا المعلم المنحوت في الصخر والذي يأخذ الألباب بهندسته وزخرفته لعله كان مدفنا لأحد ملوك الأنباط. في ساعات الصباح الأولى وعندما تنعكس أشعة الشمس على الخزنة يكون لها تأثير ساحر، أشبه ما يكون بانبثاق الضوء من رحم العتمة. ومن المعالم البارزة في البتراء المدرج الذي يتألف من 34 صنفا من المقاعد الحجرية، ويتسع لنحو 4000 متفرج.
أما ضريح الجرة أو المحكمة فهو مقام فوق أقبية تضم غرفا ذات أقواس رومانية، ويشتمل على قاعة منحوتة في الصخر بطول 20 مترا وعرض 18 مترا. يوجد في صدر القاعة قوس واسع يعتقد أنه كان مخصصا لرئيس المحكمة. واجهة الضريح تتألف من 3 طوابق، وبوابته الرباعية من أضخم البوابات في البتراء. قصر البنت من المعالم المهمة في البتراء، أمام واجهته الشمالية 12 عموداً، ومثلها أمام واجهته الجنوبية، وترتفع جدرانه نحو 20 متراً. أضخم أثر في البتراء هو الدير، نحت على رأس جبل، ويرتفع عن الوادي نحو 500 متر، ويصل بينهما درج طويل منحوت في الصخر، تقوم على واجهته المحفورة في الصخر 8 أعمدة تعلوها الشرفات والتيجان المزركشة. طول هذه الواجهة 50 مترا وارتفاعها 45 مترا. يطل على البحر الميت شمالا، وعلى فلسطين وسيناء غربا، وعلى قمة جبل هارون جنوبا، وعلى مدينة البتراء بكل آثارها شرقا. لقد كشفت الحفريات في البتراء عن تماثيل وقطع فخارية هامة من الوجهتين التاريخية والأثرية، وكشفت عن غرف وقاعات في غاية الأناقة، وعن أفاريز وحجارة مزينة بالزخارف والتماثيل.